الجزء التاني، السبب اللي ممكن يخلي العميل ما يشتريش المنتج بتاعك ببساطة هو الثقة. هو مش واثق فيك. طب الثقة دي بتتم بنائها ازاي؟ اولا العميل لازم يكون بيشوفك طول الوقت، حاسس بنوع ان انت بتتواصل معاه، حاسس ان انت موجود على السوشيال ميديا. لو انت عندك متجر، يفضل ان يبقى المتجر بتاعك موجود، الريفيوز بتاعت العملاء اللي قبل منه موجود. ده كله بيدي نوع من الطمأنينة. العميل البياع اللي بيظهر طول الوقت وبيبقى موجود على السوشيال ميديا بمنتجاته او بشكله او بيحل مشاكل للناس، يعني في الغالب بيبقى فيه نوع من الثقة اعلى بكتير جدا من حد هو موجود بس خلف الشاشة، مفيش اي نوع من التواصل ما بينه وما بين الجمهور. فانت خليك متواصل، اعمل لنفسك براندنج، اظهر بالوانك، اظهر بالهوية بتاعتك، اظهر بالسمعة بتاعتك زي ما بنقول. ده مهم جدا عشان يزود عمليات البيع. دي كانت النصيحة التانية. تابعنا عشان تعرف النصيحة الثالثة. شكرا لحضرتك.